عقوبة دونجا. لو ما تعرفش ايه اللي حصل مع دونجا انا اقول لك. في ماتش الزمالك والاتحاد السكندري الزمالك جاب الجون التاني فراحوا يحتفلوا، ده عادي. اللي مش عادي بقى ان دونجا راح عمل حركة كده انا مش عارفة اقولها، بس بيعملوها الشباب مع بعض، بس الحركة دي عيب، وعلى اساسها دونجا اتعاقب وتوقف 4 ماتشات. طبعا 4 ماتشات منهم ماتش مين؟ ماتش الاهلي. ففي اشاعة كمان طلعت وقالوا ان الزمالك بيهدد بانسحابه من ماتش الاهلي لو وقع عليه عقوبة دونجا، وان دونجا لازم يلعب الماتش. خالد الغندور بقى طلع وقال ان دونجا كلمه وقال والله ما عملت حاجة، انت متصور يا حبيبي والصور مالية الدنيا، بس انا مش هقدر في الفيديو ده انزل لكم الصورة عشان في القناة بتاعتي مش هقدر انزل صورة خدشة للحياة ولا هقدر انزل صور لبنات، فانا بعتذر مش هقدر انزل الصورة دي، بس هي منتشرة في كل حتة على العموم. قال ان دونجا قال له لو انا كنت عملت كده فعلا كان زيزو كان ادى اي رد فعل. هيدي رد فعل ازاي يا دونجا؟ ما كده هيثبتها عليك، في كاميرات يا حبيبي بتصور. هو بيحاول يلم الليله. المهم ان الناس اتفرقوا نصين، نص بيقول ازاي ده يحصل مع نادي محترم والمفروض النادي كان عاقب اصلا اللاعب وكان فصله، ما ينفعش لان ده وجهه للنادي. والنص التاني بيقول عادي ده بيحصل مع الشباب وده لغه هزار يعني وبيعملوها مع بعض، حظه الوحش بس انه اتصور. بس حتى لو الحركه دي الشباب بيهزروا بيها مع بعض مش بيهزروا في العلن. وبعدين الماتشات دي مش بيشوفها رجاله بس، ده بيشوفها رجاله وستات واطفال، يعني في اطفال ممكن تتعلم حاجات وهم فاكرينها ان دي طريقه الاحتفال. انت شايف التصرف بتاع دونجا كان تصرف خطأ ولا كان حظ سيء ليه مش اكتر ان هو اتصور ونزل؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. ويا استاذ خالد انت بتدافع وخلاص؟ دافع لما تلاقي اللي قدامك فعلا عنده حق، مش متصور واتذاعت واتشافت وكمان انت بتقول ما حصلش. تفتكروا دونجا لو مش هيلعب ماتش الاهلي الزمالك هينسحب ولا لا؟ الفيديو ده بيقولك ان دونجا وقع عليه عقوبة علشان احتفل. سلام.